وساعتها بتتصدم هايسو وقالت جميع الغرف، فقالت المديرة ذلك مفاجئ، دي كانت الأوضاع متدهورة على أي حال بوسعك المغادرة بدري النهاردة يا هايسو. فقالت تمام وداعا، وأعتقد اللي حجز كل الغرف هو بيوم عشان هايسو تروح بدري، لكن هنشوف مين. وبيجي تاني يوم وبتكون هايسو في الشغل، وبيبعت بيوم لهايسو وبيقول لها الطقس النهاردة بارد، ارتدي ملابس دافئة واشتغلي براحتك. وساعتها قالت هايسو ان الشباب منعشة للغاية، في كل مرة بتجيلي رسالة منه بحس بموجة طاقة شبابية بتخلي عندي طاقة طول اليوم. وساعتها بيكون بيوم قاعد مع زميله وبيقول له ما خطبك ليه بتبتسم فجأة، بتكلم مين؟ وساعتها بيوم دي اتجاهلت اتصالي، فقال له ماذا؟ مين اتجاهل اتصالك؟ فتاه بيوم على تواصل مع فتاه حتى انها تتجاهل اتصالاته. يا ترى تعرف هاي جي عن كل ده؟ وساعتها بنروح لهايسو في المنزل وبتكون بتعمل الاكل، وبيجي تشول من وراها وقال بتعملي ايه؟ فقالت له اعشاب بحرية. قال لها عايزة ادوق لكن انفخي فيه ووكليني. وقال زوجتي أفضل طاهية بطبيعة الحال بسبب مدحي ليها فجأة على غير العادة، لم يكن نابعا من الحساب بالذنب عشان شافتني مع امرأة أخرى، ولكن الأسى اتبنى بسبب رؤية هايسو تعمل لي وجبة في هذا المنزل البشع. ولكنني مقتنع من انه مهما كانت افعالي فلن تتغير طبيعة حياة هذه المرأة على الإطلاق. أيعقل إن الخيانة تجعل علاقة الزوجين تتوتر أكتر. وساعتها بتستعجب هايسو وقالت في حاجة، فقال لها كلا، الأمر وما فيه هو إنني ممتن لأنك منحتني المال لشراء العطر يومها. فقالت واشتريته؟ فقال لها ليس بعد، انشغلت للغاية مؤخرا، كما ان رؤيتك بتبذلي قصارى جهدك عشاني بيخليني مترددا عما اذا كان على حق انفاق ذلك المال. فقالت له لا عليك، يمكنك شراؤه. فقال في باله كالمتوقع هايسو طيبة وغريبة بنفس القدر، ولن تمانع ايا كان ما افعله. بالنسبة لي هايسو مجرد وردة قطفتها دون ادنى اهتمام في شبابي، وردة جميلة ولكن غير مغرية، وان واحد اعجز عن العيش بدونها، وان لمسها احدى دخيل غريبة عن قوقعتها الضئيلة تؤذيه باشواكها. وبنروح لتشول وهو بيكلم إيري وقالت بتعمل ايه؟ فقال لها بما انها عطلت نهاية الاسبوع فانا ارتاح في المنزل. فقالت له هل تشتاقي ليا؟ فقال لها اكيد اشتاق ليكي، لكنك مش بتراسلني حتى لنخرج معا. فقال في باله انا كنت خارج كده كده لشراء العطر على اي حال، هل اذهب معها ام علي الذهاب مع هايسو؟ وساعتها بيفتكر انه خرج مع هايسو قبل كده وانها جهلة في التسوق، وكمان بالنسبة لها كل حاجة غالية ومش هتشتري. وبيراجع نفسه وبيقول احتاج اني اقابل إيري. وبنروح لبيوم والمراقب بتاعه جابله صور لتشول مع إيري وساعتها بيولع فيها. وبنروح لهايسو وبتقول حاسة بالنعاس لكن لسه عندي شغل في محل البقالة لاحقا. وفجأة بيبعت لها بيوم وبيقول ينفع نتقابل شوية بعد الشغل؟ وساعتها بتقول في بالها هل حصل أمر ما تاني رؤيته؟ يا ترى حصل ايه؟ رؤيته بذلك الجرح بيقلقني، لا افهم انا ليه بقلق عليه. حسنا هقابله في طريقي الى محل البقالة لاحقا، الحديث معه وانا ماشية يمكن يعيد نشاطي النهاردة. وساعتها قالت شكلها غريب النهاردة. فقال لها حقا؟ فقالت ايوه. فقالت في بالها بطريقة ما يبدو ناضجا. فقالت له مش هقدر ابقى معاك كتير. فقال لها انت رايحة الشغل؟ فقالت له ايوه. فقال لها مفيش مشكلة
مشكلة، هفضل ماشي معاكي لحد محل البقالة لأن الطريق ده خطير بالليل. فقالت لكني راشدة ومش بيخوفني. فقال لها لكنه بيخوفني. فقالت له طويل جدا لدرجة خيالك جدارا يعيق طريقي. وساعتها ضحك وقال لها طب امشي خلفك كده طيب. فقالت مفيش مشكلة بس امشي بهدوء فحسب. فقال لها تمام. وساعتها حط ايده على كتفها وساعتها قالت له ما هذا؟ فقال لها شكلها نحلة قتلة ساعتك. فقالت نحلة ولكننا في فصل الشتاء ومش حاسة بأي لسعة مطلقا. فقال لها إذن هل هي عضة صرصور؟ فقالت انت بتتكلم عن ايه؟ صرصور لا. فقالت ايوه اعتقد انها لسعت نحلة. افتكرت دلوقتي. فقال لها عرفت ذلك؟ فقال لها معايا ضمادة هحطها عليها. فقالت في بالها ممكن بسبب عضة تشل ليا قبل كده. كويس انه صدق قصة النحلة وإلا وقعت في موقف محرج. فقال لها بالمناسبة ليه مش بتردي على رسايلي؟ فقالت ماذا؟ لكن حفظت رقمك فعلا. فقال لها انا مش قصدي حفظ رقمي بل الإجابة على رسائلي. فقالت وازاي اقدر اجاوب؟ فقال لها هحزن جدا ولو لم تجاوبي على رسايلي. هايسو عارفة انهي رسالة وهي سيكون الطقس بارد اليوم. البسي ملابس دافئة وما تعمليش اي جهد كتير وانت شغالة. لقد كانت تلك اول مرة رسائل ظريفة كتلك من احدهم. ومش عارفة اجاوب اقول ايه ومفكرتش ابدا بانها رسائل تستحق الاجابة عليها. ولكن جالي شعور مفاجئ بانني اشبه بطريقة ما. فانني على دارية كبيرة بألم ارسلوا رسائل دون الرد عليها. انا اسفة لم اعرف ما يتوجب على الرسالة لانه ما اتحطتش في موقف زي ده قبل كده. بالنسبة ليا العلاقة اللي بتجمعني بالفتى ده هي منفسي الوحيد وملجئي. لا أخسر ذاتي بعد أن كانت مجرد لقاء عابر وغير متوقع قررت خوضه بسببه. ذاك الذي أشعرني وكأنني غير مرغوب فيا لمجرد أنني لست صديقة أو عزيزة على أحد. فقال لها لا حاجة للاعتذار إنني من أراد مراسلتك من المقام الأول وأدركت إني كنت بتصرف برخامة كطفل صغير وليس عليك تحمل ذنب مشاعر من طرق واحد. لذا لا تتأسفي ولا تجبري ذاتك على فعل ما لا تودين فعله لمجرد انه قد تكسر مشاعر احدهم. لا تقومي سوى بما ترغبين به. وساعتها بتفضل تفتكر كلامه. وبنروح لهايسو في شغلها وبتقول للمدير انا عاوزة اشتري زهرة لو كان ممكن وهدفع حقها. فقال لها دي مجرد زهرة واحدة خديها. ازاي اقبل المال من هايسو العزيزة؟ فقالت كلا لا بأس لانها هدية لنفسي وسأدفع ثمنها. وبتروح البيت وبتقول لنفسها بعد سماع كلام الفتى فضلت افكر فيه طول النهار وقلت لازم اشتري زهرة لنفسي. انها جميلة على الرغم من كونها مجرد زهرة واحدة إلا إنها تضيف للمنزل طابع ظريف. وساعتها صورت الوردة وبتقول أبعت الصورة لي أم لا أم ذلك الأمر تافه. وساعتها بعتت الصورة لبيو. وساعتها بيكون تشول داخل على البيت وبيكون بيكلم إيري وبيقول لها أنا هرجع المنزل أغير هدومي لأن البدلة بتزعجني وهرتدي ملابس مريحة عشان أخرج معاكي. ماذا تريدين؟ القدوم إلى منزلي؟ لا تعالي في وقت تاني او اقولك ايه رأيك اجيلك انا المنزل يا إيري؟ على اي حال اراكي لاحقا. وساعتها بيتفاجئ ان هايسو في المنزل بدري وقال لها انت بتعملي ايه في الوقت ده؟ فقالت ما عنديش شغل النهاردة بالليل. انت خلصت شغل؟ فقال لها كلا لازم ارجع انا هشتغل النهاردة لوقت متأخر عشان كده رجعت للبيت عشان اغير هدومي. هايسو انت حطيت سترتي الجديدة فين؟ فقالت له استنى هدور لك عليها. فقال لها لا خلاص هدور بنفسي. وساعتها بيبص على الزهرة وقال لها زهرة؟ فقالت له ايوه اشتريتها لاني فكرت
ان وجودها في المنزل هيكون لطيف، فقال لها اشتريتي واحدة بس؟ هتعتقد بان ذلك غير ضروري، اننا مش بالثراء لنضيع اموالنا في تلك اللحظة. لا اعلم لما شعرت، وكأن قلبي أمس أدفن. هايسو المملة الباردة المتجردة وغريبة الأطوار، هايسو أعمق ذكرى من شبابي. كانت نيتي إني أمضي الليلة مع فتاة أخرى، ولكن رؤيتها بتلك الملامح اليائسة وإحضارها الوردة أشعرني وكأنها تفتقر للحنان حقا. وساعتها قالت له تشول ممكن أحمل؟ لا تفعل هذا. فقال لها اللعنة هايسو انسي الأمر. وبنروح لبيوم وبيكون شايف صورة الوردة، وفجأة بيجي فتيات وبيقولوا ده بيوم ازاي واقف في الضواحي دي، مش مستواه. على اي حال دي صدفة جيدة، مبسوطة اني شفتك. فقال لها صدفة حسنا، وراء كل صدفة محتملة تكمن الآلاف الحقائق، حقائق حتمية أو متداخلة تؤدي إلى نهاية واحدة. لذا أؤمن بالصدفة، فنهاية الطريق معروفة منذ أول خطوة، سواء كانت سعيدة أم حزينة. وبكده يكون انتهى الفصل. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.